السلام عليكم. الشباب كي دايرين؟ لاباس بخير؟ كلشي مزيان؟ كلشي هو هذاك. اليوم كاين خطاب ديال صاحب الجلالة الملك ديالنا الله يحفظه لينا. نمشيو نتصنتوا ليه ونرجعوا لكم بعد الفيديو ان شاء الله. محمد الخامس والحسن الثاني أكرم الله مثواهما. ومسك الختام قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واخيرا الخطاب سالا. شكرا بزاف الشباب ديالنا، شكرا على المشاهدة. والخطاب غادي نديروا واحد الخلاصة على هاد النقط اللي اشار اليها الملك ديالنا. ومن بين النقاط وهي واحد النقطة بارزة، هي ديك الرسالة اللي كيصيفط ديما الجزائر قيادة وشعبا، بأن المغرب ما غاديش يكون وعمره غيكون مصدر ديال الشر للجزائر. هاد النقطة أثارت انتباهي وديما كثير انتباهي. هضر على بزاف ديال الإنجازات ديال المغرب، من بينها إنجازات ديال كأس العالم والاختراعات ديال السيارات، من بينها السيارة ديال الأكسجين ديال الهيدروجين يا ربي. وهضر على برامج ديال الماء اللي غتكون ان شاء الله، حيت على سنة الماء واحد الحاجة اللي نادرة وغتكون قليلة مستقبلا. لازم الناس ما يخسروش الماء بزاف ويحافظوا عليه. هضر على الاعترافات ديال الدول للصحراء المغربية، من بينها آخر اعتراف ديال دولة إسرائيل. وهضر على فلسطين وهضر على بزاف ديال الحوايج. الملك ديالنا الله يحفظه لينا والله يخليه والله يشافيه. وشكرا بزاف الشباب ديالنا. إلى لقاء جديد إن شاء الله. تبارك الله عليكم.